لان ملي كتقارن راسك انت كاطار وطني، التعامل ديال البعض، ما كنقولش كلشي، ما كنعممش، بعض وسائل الاعلام مع اطار اجنبي اللي دازوا في المنتخب كتلقى فرق كبير وغاية. بالعكس هما كيساندوه وكيلقاو له ديما تخريجه والتبرير علاش تعادل، علاش خسر، عوض كنلقاو حنا اطارنا وطني كينتصر بالطريقه والاداء الا كيلقاو له علاش هذا ما لعبش، هذا ما تعيطش، لا ربحتي حتى الاخر والشوط الاول داز وكان كيدخلوا مبرر، عوض يكونوا ايجابيين ويكونوا وراء المنتخب ووراء الطاقم التقني، الا كنلقاو بعض السلبيات وبعض الانتقادات اللي هي هدامه وما مبنيش على الاحترام. هادشي اللي كيبقى في كل حال. وملي كتقارنها كتقارنها مع مدرب اجنبي كتلقى كاين فرق، كتلقى الوعي مع المدرب الاجنبي، كاين الوعي ومبررات رغم نتائج اللي هي سلبيه. حنا كنشوفوا في الدوره ديال مصر المنتخب المغربي مع ايرفي رونار في دور المجموعات من 9 نقاط دار 9، وكتسمع شوف درنا رونار حقق ركور، عمرنا انتصرنا 3 ديال المباريات، عمرنا ربحنا جنوب افريقيا، هالركور تا هو تحطم، ربحنا جنوب افريقيا. ولكن في الدور الثاني ما خسرنا مع البيني وحتى واحد ما تكلم. ولما كتخسر مع البيني اش كتقول؟ راه زياش اللي خسرنا، لا زقل ضربة جزاء. ومع المنتخب ومع اطار وطني عاد بقى تهضر بان التغييرات ما كانش في وقتها، التشكيله ما كانش هي هذيك، الشاكله ما كناش نلعبوا ب4-3، نلعبوا ب4-4-2 او 5-3-2 او شاكله اخرى. كيكون انتقادات اللي هي هدامه ما بنياش على الواقعيه، اللي كتخلي كتهيج عليك حتى الشارع. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس. شكرا.